لو جالك اي اشعار على تليفونك، ازاي يجيلك الاشعار بالشكل ده بلون التطبيق اللي جالك منه الاشعار وبطريقه سهله وبسيطه؟ صلي على النبي واعمل لايك ومتابعه، وتعالى اقول لك على الطريقه. وهنا حضراتكم هسيب لكم لينك التطبيق ده في اول تعليق وتحت صورتي في صفحتي الشخصيه، واول ما تضغط على التطبيق وتنزله على تليفونك هيفتح معانا بالواجهه دي. واول خطوه هنعملها هنفعل الاختيار ده وهندي التطبيق السماح، هنضغط على حسنا بالشكل ده وهندي التطبيق السماح، وبعد كده هنرجع تاني وهنضغط على الاختيار ده برضو وهنضغط على حسنا، وهنا برضو هيظهر لنا اسم التطبيق بالشكل ده، هنفعل له السماح او هنفعل له الزرار، وبكده هيكون التطبيق اتفعل معانا. هنضغط على علامه الزائد من هنا، وبعد كده هنضغط اوكي، هنضغط السماح، وبعد كده هنضغط من هنا ونفعل التطبيقات اللي احنا عايزينها. انا هختار التطبيقات دي، وبعد كده هنضغط على علامة صح، وبكده هتكون الميزة اتفعلت معانا. ولو بعت رسالة من اي تطبيق على الهاتف بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض ايقونة التطبيق هتظهر معانا عند وصول الهاتف اشعار. وبس كده، جربوا الطريقة وقولوا لي رأيكم في إذا التعليقات. كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.